شباب ده المقبرة اللي كانت في الورديان، تمام؟ مقابر الورديان دي جمعوها وجابوها هنا في الكاتاكامب، وطبعا مثلوها زي ما كانت، البوابة بتاعتها هيت، تمام؟ والجدران والمعابد، وقصدي التوابيت وحاجتها بره والعواميد بتاعتها، تمام؟ هيت ملاحظين، لو ملاحظين هتلاقيها مختلفة عن مصر القديم. ده عزف النخل اهوت، عزف النخل اهيت، دي المقابر بتاعت الورديان. ده اللي موجود خلاص، بس محطم يعني متحطمة جدا رايحة في داهية. وده مديوسة برضه اهيت، ثاني على التابوت. شغل عالي، شغل حلو. الرومان برضه اللي يقول لك الرومان ما كانش ماشي برضه، يعني لهم حاجات حلوه، فتره محترمه يعني، تمام؟ ده المقابر بتاعت الورديان، وده المدخل بتاعها. طبعا مجمعينها هناك هنا وانقذوا ما انقذوا منها، ودي بعض الحاجات اللي كانت فيها. تعالى نروح نشوف الاسم ايه اللي مكتوب. تعالى كده نشوف الاسم، هل في اسم اصلا ولا مفيش؟ مفيش اي حاجه، مش اي حاجه باين. ده بالنسبه للكاتاكامب، عرضناها لكم كلها هيت، كلها عرضناها لكم. كان نفسي اعمل بس ما عرفتش يعني، الصراحه انا ما عرفتش اعمل بس. استوعدكم المره الجايه اعمل بثات من داخل الاماكن الاثريه. كنتش اعرف ان هو مسموح بالكلام ده، كنتش اعرف ان هو ممكن يدخلك كاميرات والقصه دي، كنت خايف ان هم يمنعوا الكاميرات دخولها، بس الحمد لله مسموح بدخول الكاميرات، نقدر نصور ونروج للسياحه عندنا، وعظمه بلادنا موجوده. وطبعا انتظرونا بقى للحدث الاكبر اللي جاي، اماكن فجره جدا جدا وضخمه جدا جدا. تحياتي لكم جميعا، انا احمد سفاري زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.